ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا ايس كريم فظيع. بصوا، ايس كريم بالاوريو، طعمه تحفه وفي الخلاط. اللي عايز طريقه تعالوا نشوف الطريقه عملناها ازاي وطلع معانا بالجمال ده. مقاديرنا هتبقى عباره عن كوبايه كريم شانتيه وكوبايتين لبن. اللبن انا جمدته يا بنات في الفريزر. في الفريزر بيجي بالمنظر ده، كتله نفسها كده. ماشي. هعملها هبشرها بالمبشر عشان ما تبوظليش الخلاط. يعني تبشريها يا تعمل، بس اللبن بتاعي ما يبقاش سايل. يعني انا بجمده في الاول بيبقى كتله زي كده، وبعد كده يقطع بالسكينه زي كده. بصوا، امسك بتاعه اللبن كده واعملها كده، هتتعامل معايا سهله. شايفين؟ هتتبشر معاكي سهله كده، او بالمبشره بتاعه البصل. المهم تعمليها مبشور كده، ناعم ناعم، ما يبقاش سايح وما يبقاش كتل تخينه، علشان الشبشب في الخلاط ما يبص معايا. هخلص باقي الجزء ده المجمد وهخليه كله زي كده، وبعد كده هرجع معاكم. كده يا بنات انا قطعتهم بالسكينه كلهم لغايه ما بقوا فتافيت، يعني عباره عن فتافيت. شايفين؟ بصوا، شايفين شكلهم؟ يعني تفضل تعمل بالسكينه كده لغايه ما يبقى فتافيت معاكي، بس يبقى مجمد برضو تلج. فتافيت بس. كده عملت دول كوبايتين لبن، عملتهم حطيتهم في كيس وحطيتهم في الفريزر. لما اتجمدوا طلعتهم بشرتهم زي ما كده. ومعايا كوبايه كريم شانتيه، نفس الكوبايه اللي عيرت بيها اللبن هي اللي عيرت بيها الكريم شانتيه. وهنا معايا 6 مكعبات شوكولاته، اي نوع شوكولاته بيضه. الشوكولاته انا عندي سايحه خالص، برضه هعملها كده، هقطعها كده علشان تبقى ايه، هي سايحه يا بنات. لو مش سايحه عندك اعمليها على حمام بخار، سيحيها او حطيها في الميكرويف وطلعيها تبقى سايحه. لكن انا هي سايحه خالص مش حامله، فانا هعملها كده. وبرضه هحطها في الشفشة الخلاط معايا عشان تديلي المطه بتاعه الايس كريم. شوكولاته بيضه يا بنات، 6 مكعبات بس اللي انا عملته. هم على فكره سايحه خالص، تمسكيها في ايدك. بصوا الشوكولاته معايا سايحه خالص، يعني لو ما كانتش سايحه عندك كده سيحيها في اي حاجه تسيح معاك وتحطيها، عشان لو كانت مجمده مش هتتعمل، مش هتتضرب في شفشة الخلاط. هعمل ايه؟ هنزل كل الخليط بتاعي هنا. اللبن اللي عباره عن كوبايتين لبن، وعباره عن 6 مكعبات شوكولاته بيضه. ايس كريم سهل وفي ثانيه تعمليه، في الجو الحر اللي احنا فيه ده هيبقى طعمه تحفه. هعمل ايه؟ هحط معلقه عسل جلوكوز كبيره. لو ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن معلقه عسل نحل كبيره، فانا ما عنديش عسل جلوكوز هحط معلقه عسل نحل كبيره. ماشي. تدي قيمه غذائيه وتدي مطه برضو وطعم لذيذ انا ما حطيتش سكر يا بنات، هكتفي بالسكر اللي في الشوكولاته وفي العسل، معلقه العسل الكبيره اللي انا حطيتها. ماشي. هضربهم لغايه ما يبقوا ناعمين شويه، وبعد كده هحط كوبايه الكريم شانتيه. اهي يا بنات لازم اللبن يبقى، بص لما يتجمد تفرميه ناعم علشان ما يبوظش شفشف الخلاط. ونضرب هو والشوكولاته ومعلقه العسل النحل كبيره او معلقه عسل جلوكوز كبيره، وبعد كده لما نضربهم يبقوا ناعم كريمي نروح حاطين عليها كوبايه الكريم شانتيه. انا عملت قبل كده كذا نوع ايس كريم معاكم على القناه بتاعتي، بس الطريقه دي سريعه، وفي عندكم طريقه اقتصاديه، في عندكم كذا حاجه وستيك، وعملت حاجات كتير على القناه بتاعتي. هضربهم ناعم وبعد كده ارجع. بص يا بنات اهو قوامه بيبقى زي كده. بصوا، هو ده اللي بيتعمل في شفشة الخلاط، بيبقى قوامه زي كده. عايزاه قوامه تقيل عن كده زود او اضربيه بمضرب كهرباء او ايه تاني، بس هو ده بيبقى لذيذ للناس اللي عايزه حاجه بسرعه سريعه. وغير كده عايزه في شفشة الخلاط ما عندهاش مضرب كهرباء، ما عندهاش اي حاجه تقدر تعمل بيها ايس كريم غير كده، ده برضو بيبقى لذيذ وسريع وطعمه بيبقى خطير بجد. هعمل ايه دلوقتي في الحلقه دي يا بنات؟ وبيبقى سايح كده. انا هحط عليه بسكوت اوريو وهدخله في الثلاجه في الفريزر
يعني يقعد 4 5 6 ساعات عبال ما يجمد. بعد كده هطلعها واوريهولكم. انا جبت بسكوت اوريو كسرته عشان العيال عايزينه بطعم الاوريو. عايزاه تاكليه فانيليا كده، حطي له رشه فانيليا وخليه ابيض كده. عايزاه بالشوكولاته ضيفي عليه كاكاو. يعني شوفوا اللي انتوا عايزينه اعملوا. انا جبت باكون بسكوت اوريو كسرتهم كده. عندك بواقي كيكه حطيها عليها على حسب الطعم اللي انتوا حابينه. ايس كريم انتوا تعملوه، شوفوا انتوا اللي عايزينه اعملوه. اللي عايز الطريقه الاقتصاديه اللي انا عملتها هتلاقوها على القناه بتاعتي. بس كده انا هقلبه كده وهدخله الفريزر لما يتجمد. ممكن تخليه ليله كامله عشان يتجمد وقوامه يبقى تقيل. هو طعمه تحفه كده من غير حاجه. انا هغطيه واحطه في الفريزر لغايه ما يتجمد خالص، 6 ساعات 7 ساعات ليله كامله يعني. وبعد كده هوريهولكم. يا بنات لما سبناه ليله كامله الايس كريم بالاوريو هنعمل ازاي؟ بص عندك بتاعه الايس كريم ماشي، ما عندكيش بالمعلقه العاديه، بالمعلقه بتاعه الشوربه العادي. هنعمل ازاي؟ شفت الكوبايات بتاعتي اهو. بصوا شايفين طالعه ازاي معايا؟ مش عارفه واضحه ولا لا. شايفين تتكور معايا؟ بصوا ملمسها فظيعه خطيره. خطير، طلع تحفه يا بنات. شايفين؟ مش عامل كتل تلج ولا حاجه، مرمل خالص زي بتاع بره بالظبط. تحفه. خطير. ده صوص شوكولاته. بصوا شايفين شكله خطير. اتمنى تجربوه، واتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون فدتكم بحاجه بسيطه. عملنا الايس كريم في الخلاط طريقه سهله وبسيطه، وعندكم كذا طريقه على القناه بتاعتي. اللي عايز يعمل مضرب كهرباء باي حاجه، بس دي ابسط طريقه عملتها لكم. اشتركوا يا بنات في القناه عشان القناه تكبر بكلكم. باي يا حبايبي.